ما غريب علينا أكيد. وعشان نتكلم أكثر عن هذا الموضوع ونعرف أكثر عن مجلس صحار الثقافي، معنا عبر الاتصال الهاتفي صالح الحمداني رئيس مجلس صحار الثقافي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة شاهد، يسعد الله صباحكم بالخير والبركة يا رب. آمين يا رب العالمين. خلينا نتعرف أكثر على مجلس صحار الثقافي وإيش رسالة وجوده وأهدافه. والله أستاذة شاهد، مجلس صحار الثقافي هو مبادرة ثقافية دائمة تحت مظلة أو بإشراف وزارة الثقافة والرياضة والشباب. منصة معنية ثقافية مجتمعية تعني بتعزيز الحراك الثقافي والفكري على مستوى ولاية صحار أو بشمال محافظة شمال الباطنة، والحمد لله انطلقنا على مستوى السلطنة ومن ثم الخليج العربي وإلى الوطن العربي، كان لنا حضور كذلك بفضل الله وتوفيقه. نعم، بما أنك ذكرت الحضور في داخل السلطنة وأيضا في المحافل الخارجية، جاءت مشاركة مجلس صحار الثقافي في مهرجان فنجان الخير بمدينة جدة كأولى مشاركاته في 2026. هل ممكن تحدثنا أكثر عن هذه المشاركة؟ والله بدعوة كريمة من وزارة التنمية الاجتماعية جزاهم الله خير، وبدعم من مؤسسة اليسر الخيرية، شارك المجلس في هذا المهرجان الذي انطلق يوم الخميس الماضي وإلى مساء البارحة كان الختام 3 أيام، الخميس والجمعة والسبت. كانت أيام جميلة فعلا، وبدعم كذلك من القنصلية العمانية في مدينة جدة. كان حضور عماني ملفت. كانت ليالي جميلة قدمنا فيها بما يليق بنا لتعريف ببعض هوياتنا، بالتعريف بالفنون العمانية، بالأدب العماني، بمختلف بعض الزوايا التي قدرنا أن نساهم فيها وبإحيائها في ال3 أيام الماضية بفضل الله. أستاذة نعم، جميل. إذن مهرجان فنجان الخير، ما الذي يميز هذا المهرجان كمنصة ثقافية، ولماذا كان خيار المشاركة فيه مهما لهذا المجلس؟ والله أستاذ شاهد، بالنسبة لهذا المهرجان طبعا هو جاء في النسخة 10 منه، لكن بالنسبة لمجلس صحار الثقافي في هذا المهرجان يشارك لأول مرة، وبالذات في مدينة جدة لم تكن لنا مشاركات، فكلنا جميل جدا أن يكون لنا حضورا في مدينة جدة بمثل ما كان لنا في قبل ذلك في مدينة الرياض وفي محافظة الزلفي بالمملكة العربية السعودية في العام الماضي. الملتقى أو المهرجان يجمع هو رمز للضيافة احنا وموروثنا وحضارتنا عبر الزمان. كما يعلم الجميع في من أقصى الأرض إلى أقصاها الآخر على أن عمان تزخر بمقومات ثقافية وأدبية راقية. كان لنا حضورا في الصور الفوتوغرافية، كان لنا صورا كذلك في بعض المخطوطات العمانية بالتعاون مع دائرة المخطوطات في وزارة الثقافة والرياضة والشباب. الفن العماني الأصيل مثل الرزفة، الفن العازي، فن هنبل البوش، كان يعني جسدنا بعض الصور له، كذلك عرض بعض الفنون من خلال شاشة العرض التي كانت موجودة في جناح القنصلية العمانية، في الترويج كذلك للسياحة العمانية التي تظهر بها السلطنة الحبيبة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. كذلك لبعض المقاطع التي استعنا بها من خلال وزارة دائرة الثقافة التراث والسياحة في شمال الباطنة، تم عرضها وتعريف الأخوة زوار المهرجان بالسياحة وبالتاريخ والموروث العماني بشكل عام. نعم، جميل. كيف كانت تفاعل الجمهور؟ والله تفاعل الجمهور طبعا الكل أشاد، وخاصة أن شبابنا استطاعوا سرق الأضواء من خلال ما قدموه من فنون عمانية، حيث كنا نقدم في 3 أماكن: المسرح الرئيسي وكانت لنا كل يوم فقرتين تقريبا لمدة 4 ساعة و10 دقائق، كذلك في ركن القنصليات حيث أمام ركن القنصلية العمانية، كذلك كان المسرح، كان المعرض الخارجي التي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية مشكورة، كان لنا حضور. البارحة كانت مميزة جدا من خلال شهادة الجميع، حضور بعض الشخصيات البارزة سواء من قنصليين أو من خلال
بعض الشخصيات البارزة في المجتمع السعودي من خلال المقيمين أو من خلال المواطنين السعوديين كذلك الأخوة الأشقاء. كان إعجابهم كثير بما قدموا، وخاصة أن كان العازي العماني إهداء من المشاركين وإلى الشعب السعودي بشكل خاص. نعم، أدام الله هذه الصداقة وهذا التعاون بين البلدين بإذن الله تعالى. الحمد لله، اللهم آمين يا رب إن شاء الله. نعم، لأن الوفد يتكون من 23 شخص أو 23 عضوا، كيف يتم اختيار هذا الوفد وما هي طبيعة مشاركته؟ طبعا نحن في كل مشاركة أستاذ شاهد بعد ما نتلقى الدعوة نقدم مقترح إلى الجهة التي رسلت من الدعوة، ومن ثم نأخذ الموافقة من وزارة الثقافة والرياضة والشباب بأن هي الوزارة المعنية على المبادرات الثقافية، ونحن نعمل بإشرافها وتحت مظلتها. بعد ذلك نرى ما هو ممكن ان احنا نقدمه ويكون متميز. دائما كل مشاركاتنا تكون متميزه وبشيء حديث غير عن ما كان قدمناه سابقا. بالنسبه لجده لاول مره يكون لنا حضور، فكان الحضور بخاصه ان المهرجان كان يعني في فندق حياه بارك حياه على شاطئ جده الجميل، فكانت الاعداد كانت يعني شبه محدودة أن يكون بهذا العدد. لكن كان لنا حضور العام الماضي في مهرجان حرفة الوطني في محافظة الزلفي بالمملكة العربية السعودية، كان العدد يصل تقريبا إلى 35 أو 37 مشارك كذلك. لكن في هذا المهرجان سعينا أن يكون الفنون العمانية موجودة، وكان الشباب الأخوة من المؤدين في الشعر العماني، فن الرزفة، فن العازي كذلك. المجلس يتميز أستاذة بوجود شعراء موجودين في المجلس. كل مشاركة تكون القصائد أو ما نود تقديمه يكون جديد بما يتلائم بالمشاركة التي نود المشاركة فيها. تكون عندنا جلسة عصف ذهني دائما نسميها نسناس الفكر، من خلالها نستطيع أن نجمع بعض الأفكار ونطورها ونجملها لكي نقدم الجميل والجديد والمفيد دائما وابدا. نعم، جميل. وبما أن سلطنة عمان فيها تنوع ثقافي كبير ومن الدول الغنية ثقافيا، إلى أي مدى تسهم هذه المشاركات في نشر الثقافة العمانية خليجيا وعربيا؟ والله بالنسبة للمشاركات الخليجية دائما نسعى في نشر الثقافة العمانية على أوسع مدى ممكن أن نحن نحققه. ننقل الثقافة من إطارها المحلي إلى فضاء التفاعل الحي. الحضور العماني لابد أن يكون في المنصات سواء الخليجية أو العربية بشكل عام. نقدم الثقافة بوصفات تجربة معيشية من خلال الكلمة، الزي، الفنون، القيم، الحوارات وأسلوب الحوار كيف نرتقي فيه دائما وابدا. انتقاء بعض المشاركات عندنا دائما، مثلا عندنا ركن الضيافة العمانية، نقدم الحلوى بعد أن يتم صنعها أمام الزوار، ومن ثم نقدمها في ركن خاص بالضيافة للعمانية. كذلك عندنا ركن الأدب العماني، نعرف الحضور في كل مشاركة أو الزوار لنا في قسمنا والجناح العماني دور الكاتب العماني بالتعاون مع الأخوة في جمعية الكتاب والأدباء العمانية. كذلك تعزيز الصورة الذهنية عن عمان كبلد للسلام والتنوع وعمق الحضاري. تفتح مجالات مساحات للتعارف الثقافي، تبادل الخبرات، بناء جسور مستدامة بين المثقفين والمؤسسات. من خلال هذا الامتداد تتحول الثقافة العمانية إلى خطاب عربي مشترك حاضر في الوعي ومؤثر في المشهد الثقافي الإقليمي بشكل عام بجميع الصور والزوايا. أستاذ شاهد. نعم، جميل. نحن من خلال حديثك استشفينا بأن حضوركم كان متنوع وشملتوا كل أوجه الثقافة العمانية. نعم، بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم جهود الشباب والتوجيه كذلك الذي دائما ما نسعد أن نجده من وزارة معنية، وزارة الثقافة والرياضة والشباب. الأخوة كذلك في القنصلية العمانية، سعادة القنصل سالم البوسعيدي كان وحرمه كان له وجود لنا
ودعم لنا في خلال هذه الفترة المشاركة، توجيهاتهم وجودهم كذلك بشكل دائم معنا في خلال 3 أيام الماضية عزز هذه المشاركة لتخرج بما أردنا أن نوصل رسالتنا من خلال هذه المشاركة. نعم جميل. إذن هل هنالك خطة لعام 2026 وما هي أبرز محاور هذه الخطة لمجلس صحار الثقافي؟ والله نحن عندنا طبعا بداية كل عام نضع خطة على البرامج أو الفعاليات والأنشطة التي نود أن تنفيذها بشكل رئيسي. نحن دائما نبتدي خطتنا في كل عام ننطلق بيوم 11 من ديسمبر، وهو يوم الوطني، يوم تولي مولاي صاحب الجلالة الحكم حفظه الله ورعاه، ونختتمها في شهر ديسمبر بيوم اللغة العربية. فخلال هذا الحدثين الوطني والثقافي تكون هناك لنا بعض الفعاليات والوقفات. بفضل الله المجلس استطاع خلال الفترة الماضية أن يحقق نجاحات، يعني استطعنا أن يكون من بين أعضاء المجلس مجموعة من الكتاب، كل كاتب في ركن له زاوية أو ركن نقدر نسميه في صحيفة معينة، سواء كانت إلكترونية أو ورقية تصدر. في هذا العام خططنا لمجموعة من الورش. نعم صالح 11 من يناير. نعم. إذن هل هنالك أي مشاركة قريبة خليجية أو عربية يعمل عليها المجلس؟ والله نحن إن شاء الله تعالى في خطة إن شاء الله تعالى ننتظر دعوة من الأخوة في المملكة العربية السعودية محافظة الزلفي بعد أن كنا العام الماضي معهم، وكان المهرجان الحرفة الدولي كان المشاركة العمانية متميزة. ننتظر منهم دعوة هذا العام، كذلك ننتظر دعوة من خلال مهرجان قرش. استطعنا أن نضع بصمة خلال من عام 22 و23 و24 و25 4 الأعوام الماضية. ننتظر لهذا العام إن شاء الله تعالى يكون لنا الحضور الخامس في مهرجان قرش بإذن الله تعالى. هذا إلى الآن، ولكن نحن أي دعوة تصل لنا دائما نستغل الفرص ونركب مثل ما يقال السفن ونعبر عاملين راية الثقافة العمانية دائما وابدا بإذن الله تعالى. وفي ظل هذه المشاركات، ما هي الرسالة التي يحرص مجلس صحار الثقافي على إيصالها من خلال حضوره ويعني حجز مقعده في مثل هذه المحافل الثقافية الخارجية؟ والله أستاذ، نحن نحاول إيصال رسالة مفادها أن الثقافة العمانية ثقافة حية منفتحة قادر على الحوار والتأثير. المجلس دائما يقدم التراث بوصفه ماضيا محفوظا، وقيمة متجددة تتفاعل مع الحاضر، تخاطب الآخر بثقة واحترام. يؤكد المجلس من خلالها أن الثقافة العمانية جسر ممتدة للتقارب الإنساني ومنصة لتعزيز الهوية الوطنية بروح خليجية عربية مشتركة، وإن الإبداع العماني حاضر بعمقه الحضاري وتنوع الفني، ورسائله قائمة على السلام دائما وأبدا والتسامح والعمل الثقافي المشترك من خلال ما يقدمه من أنشطة وبرامج في مختلف زوايا الثقافة والأدب العماني بشكل عام. نعم جميل. إذن صالح الحمداني رئيس مجلس صحار الثقافي، نشكرك على هذه الإفادة بشأن المشاركات ولمجلس صحار الثقافي بشكل عام. شكرا أستاذة، وشكرا جزاكم الله خير على هذه المتابعة الجميلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدرنا أن نخدم هذا الوطن الغالي بما يستحق، ولو قدمنا الكثير والكثير لن نفي ولن نصل إلى ما نطمح إليه دائما وابدا، ولكن دائما نسعى أن نكون متميزين بإذن الله تعالى. لك الشكر الجزيل على أمل أن تتواصل هذه الجهود وتتوسع المشاركات ويستمر الحضور العماني المميز في المحافل الثقافية بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى أستاذة، بإذن الله إن شاء الله تعالى، وشكرا لكم وجزاكم الله خير.